السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة قريقبات، سلام الله عليكم. اليوم جينا نهضروا على الغدر والأصدقاء، بما أن هاد الجرائم كتكاثر ولات عندنا عادة في المغرب. أي واحد عنده الصديق ديالو إلا وكيتغدر فيه، أي واحد اللي تيكون أمين ونية وتيكون ولد ناس ومربي مزيان، إلا ما كيعرفش مع من يتعامل ومع شكون يتعامل ووقتاش يتعامل. اليوم مدينة أكادير كتفقد أحد الأبناء ديالها، إلا ما كانش تاني مرة أكيد غتكون مرات عديدة فيها اللي تفضح فيها الجرم، وفيها اللي مغطي، وفيها اللي مازال مكتوم. ولكن الله سبحانه وتعالى عزيز عليه الروح وما كتمشيش هكاك إلا وكيبان الفاعل الحقيقي أو المجرم الحقيقي. كي قلنا اليوم مدينة أكادير كتفقد ابن من الأبناء ديالها الشباب بالغدر ديال الأصدقاء. يعني كلهم هاد الشباب اللي ماتوا لنا من ما بين طنجة للقويرة إلا وعندهم الأصحاب ديالهم اللي هم أكيد ومؤكد أنهم كيغاروا منهم وكيحقدوا عليهم، لا لشيء إلا أنهم داروا فيهم النية وكيسلبوهم وكيوثقوا فيهم. وهذا اللي كنقولوا حنا للآباء: علموا ولادكم ما تبقاوش تثيقوا. هو القدر كاين ومكتوب وما عليه هروب، لكن حتى الإنسان إلى فكر مزيان شنو قال الله سبحانه وتعالى، أن الصدقات كتغير القدر. إلا إحنا ماشي يعني بشدة النباهة وشدة أننا إحنا نعرفوا مع من وشكون اللي معانا وشكون اللي ضدنا، راه إحنا غنتفاداو كي نقولوا بين قوسين ولد الحرام. وما كاين حتى شي واحد ولد الحرام إلا من الأفعال ديالو. نتوما كنا وما زلنا كقنوات وكآباء وكأسرة وكقلب مغربي كينبض وسط المغاربة، كيتألم ملي كيسمع بحال هادشي وتيقول: ردوا البال لولادكم وخليهم يصارحوكم وصاحبوهم، بدل ما يمشي ولدك يقلب مع من يتصاحب وشكون. ما فيها باس يقول لك شكون هاد الولد وتصاحب معاه باش يعاود لك على صاحبه، لأن انت أقرب الأصدقاء لولادك، انت أقرب الأصدقاء وانتي أقرب الصديقات لبناتك. بدل ما تبقاي تقمعي بنتك ولا ولدك وانتي كتدفعيه بيديك باش يمشي يقلب على صدر حنين، ومع العلم انه ما كاينش صدر حنين كالوالدين، خلي ولدك تحت جناحك او بنتك وخليهم يقولوا لكم شنو كديروا. ما تبقاوش تسألوا بزاف، وانما علموهم وعرفوهم بطريقه ما ان الغلط الا كان راه ما كيتسكتش عليه، وماشي اي شيء كيكون غلط. وما تبقاوش تضغطوا عليهم باش يبقاو يتصحبوا انهم هما عندهم الاخطاء والاغلاط ويخافوا منكم يقولوها لكم باش ما تمنعوهمش. بحال هذا الشاب هذا اللي يشتغل في الاموال الالكترونيه، هذا صعيب عليه الحال انه يوثق ثقه كامله في شخص من الخدمه ديالو ويتغدر به هكا. كنطلب منكم وكنعاود نطلب منكم انكم تكونوا بجنب وليداتكم باش ما تمشيش لهم الروح ديالهم هكاك هباء منثورا. الله يخليكم تصاحبوا مع وليداتكم، راه الا تصاحبتوا مع وليداتكم راه كتمنعوا بزاف ديال الحوايج يوصلوهم، وجزاكم الله كل خير.